شايف نغمه كده في الاعلام غريبه قوي. اصل مدحت العدل وجمال العدل جايين يعملوا ايه في الزمالك؟ انتوا جايين تاخدوا اللقطه؟ انتوا جايين؟ طب ما اللي عايز يعمل حاجه هتبرع بحاجه تبرع بيها من بعيد لبعيد كده. يا عم انت مالك؟ يعني انت مالك؟ كل واحد يعمل الحاجه بالشكل اللي هو عايز يعملها. مجلس الاداره بتاعنا متقاعس، مجلس الاداره بتاعنا عنده مشاكل واخطاء بالجمله، مش عارفين يديروا، ما بيعرفوش يسوقوا. خلاص ناس تيجي تسوق بقى. الناس جت، جابوا ميدو معاه فريق عمل شغالين بيشتغلوا في الصفقات. والراجل لسه مصرح منذ قليل الاستاذ جمال العدل قال لك في صفقتين من العيار التقيل للزمالك، اتمنى ما يكونش كلام يعني. فالناس شغاله خلاص، احنا مالناش دعوه، جايين ياخدوا لقطه، جايين ياخدوا فيلم، جايين ياخدوا ما اعرفش ايه، مالناش دعوه. فكان بيتقال قبل كده محتاجين صفقات، عايزين صفقات في اماكن تانية. ما حدش كان بيقول حاجه ليه ساعتها؟ ولا هو حلو في الاماكن التانية وحش للزمالك؟ فشايف نغمه غريبه، وانتوا جايين ليه وتاخدوا لقطه وكلام؟ يا جماعه ايه في ايه؟ ما حدش ليه فيه. كل نادي يدير اموره بالشكل اللي هو شايفه صح يعني. ده ملخص الكلام للحاله اللي موجوده حاليا. الناس جايين دفعوا فلوس، تبرعوا، ناس رجال اعمال تبرعوا بفلوس، بيحاولوا ينقذوا ما يمكن انقاذه في نادي الزمالك، بينقذوا نادي الزمالك من الضياع. الزمالك مشكلته على مدار التاريخ في اداراته الحقيقه. يعني الاداره، المجلس السابق ورطنا في 50,000 حاجه، المجلس الجديد بيورطنا في 50,000 حاجه. ف ربنا يستر. اتمنى الناس دي تكون جايه تصلح، مش جايين ياخدوا لقطه. الناس جايين يشتغلوا، ما فيش مصلحه، ما فيش وقت انتخابات. يعني الناس دي مثلا ما فيش انتخابات بكره الصبح جايين يشتغلوا، لا الانتخابات لسه بدري. المجلس ده تقريبا لسه ما كملش سنه يعني، او كمل سنه وشويه، فلسه بدري على الانتخابات. فالناس بتشتغل حبا في نادي الزمالك. فنتمنى، هم قالوا على كلامهم من هنا ليوم الجمعه هيكون الصفقات والامور انتهت تماما. فنتمنى ان شاء الله ان الزمالك يبقى جاهز الفترة الجاية. في كلام كبير أيضا، كلام كبير جدا جدا بيتردد حاليا، إن حدث تواصل بين بعض المقربين لنادي الزمالك وميكالي المدير الفني السابق لمنتخب مصر الأولمبي، اللي قعد في مصر فترة طويلة. درب منتخب مصر الأولمبي، بعد كده درب منتخب مصر للشباب فترة بسيطة، بعد كده تم فسخ التعاقد من قبل الاتحاد المصري إن ميكالي سيقود الزمالك عقب مباراة الإسماعيلي القادمة. والله اعلم، يعني جروس اخر مباراه دي مع الزمالك هتبقى مباراه الاسماعيلي، والله اعلم. كلام كبير بيتردد ان ميكالي بيجهز عشان يمسك الزمالك الفتره الجايه. الراجل اشتغل في مصر فتره طويله وعارف الدنيا هنا ماشيه ازاي، فقد يكون المدير الفني القادم لنادي الزمالك. والله اعلم، برضو كلام مش رسمي، بقول لك كلام بيتداول في الصحافه، وكلام بيتداول في المواقع، وكلام بيتداول من المقربين في نادي الزمالك. خلينا نشوف الامور هتمشي ازاي. نتمنى الاستقرار لنادي الزمالك، ونتمنى الامور تمشي بشكل اهدى وافضل في نادي الزمالك.